جهاد بسمار على اليمين عادة ما كثير بيعطي الدور الهجومي. عمر، يلا يا عمر، سدد يا عمر، رايح جول! صاروخية من عمر جنيات ابو زيد. طلبنا فنك، ابداعك، حماسك، صواريخك، قنب لك يا عمر يا جنيات. عم تكون بشمال، تسديد ما بتنصد وما بترد من ابو زيد. متعهد التسجيل بشباك الطليعه الصاروخيه من عمر جنيات، عم تهز الشباك. عم يوقف محمود خلف، ما عم يقول للزملاء ما فيني اعمل لها شيء لها الصاروخيه، ان الدور الكبير عم يكون على الاجنحه. مباراه اليوم هجوميا عمر جنيات ما خيبنا ابدا ابدا. صاروخيه رائعه عم تتسجل بالشباك الطلعويه، وهدف التقدم الكرماوي عم يكون بالدقيقه 30 تماما من عمر جنيات، اللاعب الدولي المبدع الرائع. تعب العناصر المقدمه بفريقنا. الكره طويله، انتبه يا هيثم. عبد اللطيف، عبد اللطيف، يا عبد اللطيف، يا عبد اللطيف، عبد اللطيف النعسان. خطا غير طبيعي من عبد اللطيف، خطا غير طبيعي من عبد اللطيف النعسان. عم ينتظر الكره. هدف طلعاوي. شو الحكم عم يعلن؟ كره سهله جدا جدا. عبد اللطيف بده يترك يمسكها. سبت اللعب لجهاد، جهاد للاسود، يلا يا محمود، يلا يا محمود، عرضيه يا محمود. عم ياخذ ركنيه محمود الاسود. اول ركنيه باللقاء عم تكون الركنيه كرماويه، ان شاء الله اول ركنيه يكون منا الهدف. الركنيه لعمر جنيات. بدنا الجول يا ابو زيد، بدنا الاوفر يا ابو زيد، وبدنا راسيه من عبد السلام، من تامر، من ميلاد حمد. بدنا الجول. انا ما فيني اوعدكم مثل مباراه حرجلي، لانه اليوم انا نفسيتي شوي صفر، لكن عمر جنيات بدك ترفع اوفر. بدنا جول مشان الله يا عمر، عمر يا عمر يا عمر، بدنا الجول، بدنا الجول منك يا عمر. ارفع يا عمر، بدنا الراس، بدنا الراس، بدنا الراس. الكره بتوصل. تامر عم يسدد قدام الجول، قدام الجول يا عبد السلام، قدام الجول ما معقوله. سدد، سدد يا هيثم. عم يسدد هيثم. ركله جزاء، ركله جزاء للكرامي. لمسه يد، ركله جزاء للكرامي. هيثم اللوز عم يسدد، عم ترتطم بايد مدافع الطليعه بالدقيقه 92. عمر يا عمر، عمر عم يتقدم. يلا يا عمر، عمر يا عمر يا عمر يا عمر يا عمر يا عمر يا عمر. شو عملت يا عمر؟ جول للكرامه. ركله الجزاء ابو زيد عم يسجل الهدف الثاني. الدولي السوبرن ستار بالدقيقه 93 94 عم يسجل الهدف الثاني ببروده اعصاب وبخبره، بثقه كثير كبيره عن يمين الحارس. عم تسجل يا حبيبي يا عمر، عمر يا عمر يا عمر يا عمر. الثنائيه بوقتها يا عمر. اللاعب الدولي كرة بمرة تمريرة بينية، فرصة جول، مرموش، جول! مرمور! شو عملت يا مرمور؟ وشو عملت يا علي بشماني كرة محمد مالطا سريع جدا بالكرة، عم بمرر لمحمد مرمور. يلا يا مرمور، عم يدخل داخل المنطقة. التسديدة يا مرمور، التسديدة يا مرمور، الجول يا مرمور، الجول يا مرمور، الجول يا مرمور، جول! محمد مرمور بهجمة سريعة ومنظمة. محمد مالطا عم يقطع كرة من منتصف الملعب، وعم يمرر كرة على الجهة اليمنى. عم ينطلق محمد مرمور بكل قوة وبكل ثقة وبكل هدوء، عم يزرع الكرة على يمين طه موسى، وعم بيسجل الهدف الثاني القاتل تماما لفريق الوحدة ولآمال فريق الوحدة بعيد المباراة. رد اليوم هون بيكون الرد على أرض الملعب وليس خارج أرض الملعب. محمد مرمور عم برد وعم بيسجل هدف.
عم يرجع لماهر دعبول، ماهر عم يستلم الكرة، ماهر دعبول عم بمر ماهر من الأول والثاني، ما زالت الكرة بحوسته بحاول يمر ماهر دعبول، الثالث دعبول، لا 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 لا، يا سلام، دعبول عم بمر من فريق الوحدة كاملا. الصارم أزدشير الصارم، تعود هجمة عكسية لفريق الاتحاد، عليش للصهيوني من الجهة اليسرى، برهان يعكس كرة عرضية ولكن يخرج بدفاع، تبقى كرة خطيرة وهدف الأول. الهدف الأول لفريق الاتحاد بعد خطأ وتغطية دفاعية من فريق الوسبة يستغل عليش. غباش إلى الأمام والهدف الأول لفريقنا. جول للحرجلة هادي المصري. هادي المصري يحرز الهدف الأول بعد رأسية رائعة وتنفيذ رائع من محمد غباش. إلى الأمام عباد يتقدم والهدف تعادل. هدف التعادل لمصلحة الفتوة. العرضية عالية جدا، مصطفى الشيخ يوسف برأسه لكن خلصت وعادت جبارة. هدف أول لفريق جبلة. هدف أول لفريق جبلة. حازم جبارة سدد الكرة، اصطدمت بأحد المدافعين وخادعت محمد المصري الكرة الماضية. اتجاه الأسعد مرة أخرى لعمار، العرضية برأسه مؤنس خطيرة داخل الجزاء. البرازي لمسة اليد، عادت مرة أخرى علي سعيد. جول جول هدف التعادل. جول 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 لفريقنا. علي سعيد عم بيعدل الأرقام عند الدقيقة 42 من عمر الشوط الأول. طويلة الكرة باتجاه مصطفى الشيخ يوسف في الجهة اليمنى. مصطفى كرته العرضية خطيرة، البحر برأسه خطيرة. هذا الثاني خطيرة، ظهرت الكرة خطيرة جدا. التشتيت من عمار كان خاطئ، عادت مرة أخرى الكردي كرته العرضية وركلة جزاء. ركلة جزاء 29. البحر بمواجهة المصري. البحر بمواجهة المصري. يا الله، ذهب إليها المصري لكن البحر وضعها قوية عن يسار محمد المصري.
كرة نقلت على الجهة اليمين، الترك عرضية خطيرة، مؤمن ناجي، جول الجيش. فريق الجيش عم يفتتح التسجيل بالدقيقة 57 عن طريق لاعب اللي بيسجل بأوقات كثيرة هدف الافتتاح لفريقه، بيلعب العرضية كان استلمها بشكل ممتاز، كانت العرضية من الترك ملعوبة وبعيدا عن رقابة الجميع، تقدم مؤمن ناجي وباليسار نحو الزاوية البعيدة بأسلوب أكثر من ممتع، بأسلوبه الممتاز. مؤمن ناجي يساريته دائما بتعرف طريق المرمى لكن ما بيعرفوها المدافع.